انهيار ياسمين جد وقرار اعتزالي اليوتيوب. هنعرف التفاصيل مع بعض في فيديو النهارده. اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناه، دعمكم هيشجعني اني اكمل. امبارح شفنا الفيديو اللي كانت ياسمين عاملاه وطالعه فيه منهاره جدا وعندها شبه انهيار عصبي بسبب الكلام والحاجات اللي بتحصل على اليوتيوب والكلام في سمعتها، وان البنت خلاص جابت اخرها ومش هتقدر تكمل اكتر من كده وهتعتزل اليوتيوب وهتنزل تشوف اي شغل تاني. بعيدا عن قرار ياسمين اللي انا واثقه ان متابعينها مش هيسيبوها تنفذ القرار ده، تعالوا نتكلم في نقطه تانية. ازاي قذف المحصنات بقى شيء سهل عندنا؟ ازاي الكلام في العرض وشرف الولايه بقت حاجه سهله ما بقاش معمول حسابها وما بقيناش نخاف ربنا؟ طب ازاي العشرة بتتنسي وما بنفتكرش لبعض حاجة كويسة؟ يعني ده عندها ولد، عندها طفل، بكرة لما يكبر ويسمع الكلام اللي بيتقال على أمه زي ما هي قالت هيبقى هي شكلها ايه؟ ازاي؟ ليه ما يبقاش العشرة بالمعروف والفرقة برضو بالمعروف؟ يعني حتى لو كان الصور اللي اتركبت لياسمين والكلام اللي اتقال على ياسمين هو جاي من طرف طليقها أو باباه، حرام. ليه؟ سواء هم او مش هم، ليه بقى عادي الكلام في شرف وعرض الولاية؟ لو نسيتوا الناس هتنسوا ربنا؟ لو مش فارق معاكوا الناس مش فارق معاكوا ربنا وحساب ربنا وعقابه؟ ده عقاب قذف المحصنات ده كبير جدا، ذنب كبير جدا. ليه توصلوا بني ادمه للمرحله دي من الانهيار العصبي؟ انا اسفه، ليه توصلوها للمرحله دي من الانهيار العصبي؟ ليه تخلوها تفكر تسيب شغلها وتفكر انها تخلص من حياتها وتموت كافرة ويبقى عذاب في الدنيا وعذاب في الاخرة؟ ليه توصلوا الناس للمرحلة دي؟ سهل قوي كده الكلام في العرض والشرف. وليه ياسمين طلعت منهارة بعد ما كانت متماسكة الفترة اللي فاتت دي كلها بعد البث اللي كان عامله ضني ومامته؟ يعني ده رزقها ورزق ابنها، حتى لو كان باباها يبعت له فلوس زي ما بيقول، مع ان احنا كلنا عارفين ان مفيش واحد بيطلق واحدة بيرجع يصرف على عياله. محاكم الاسرة مليانة والمحاكم مليانة وكلنا عارفين قد ايه امهات متمرمطة في المحاكم ورا قضايا النفقة. مفيش حد بيصرف على حد، وخلينا صراحة ده كلام بيتقال قدام الكاميرات وبس، زيه وزي غيره وغيره وغيره. انا شايفه ان منصه اليوتيوب ما بقتش منصه لمنشئ المحتوى، لا، بقت منصه لمنازعات وفضايح المشاكل الاسريه، منصه للشرشحه والخناق والرشق بالالفاظ وقذف المحصنات والكلام في عرض وشرف الولايه، والفاظ بتتقال من اقذر ما يمكن من ناس تانية كتير. اتنين انفصلوا يطلعوا يشرحوا لبعض على اليوتيوب، اتنين اتطلقوا يطلعوا انا مش عايزه اقول اللي عندي وهي تقول انا مش عايزه اقول اللي عندي، واللي يطلع فويسات واللي يطلع صور واللي واقل حاجه تتقال مهزله وكارثه بكل المقاييس. ان بقت بيوتنا مش غاليه علينا ولا مشاكلنا بقت حاجه تخصنا احنا تتقال جوه بيوتنا، لا ده احنا بقينا نطلع نقولها على منصه بيشوفها ملايين الناس وبننسى العشرة وبننسى العيش والملح. مش معقول ما شفتوش مع بعض ايام حلوة، مستحيل. يا نعاشر بمعروف يا نفارق بمعروف، ولا تنسوا الفضل بينكما. لا، انتوا نسيتوا كل حاجة، نسيتوا الفضل ونسيتوا العشرة ونسيتوا العيش والملح ونسيتوا ان في طفل بينكم. حتى لو انت اتجوزت واحدة تانية وهي اتجوزت واحد تاني، الطفل ده هيفضل رابطكم العمر كله. لما يكبر ويعرف ان كان بيتقال كده على امه، هي هيبقى شكلها ايه قدامه؟ هو نفسيته هيبقى شكلها ايه؟ بالنسبة لقرار ياسمين انا واثقة ان متابعينها مش هيسيبوها تاخد القرار ده، هتهدى وهتاخد نفسها وهتريح اعصابها شوية وهترجع تاني لشغلها، لان انا شايفة ان هي بتقدم محتوى مفيهوش حاجة عيب، اللي ورا الكاميرا ملناش دعوة بيه. وهرجع اقول تاني، انا ما اقصدش بكلمتي ان هي حد وحش، انا ما اقدرش احكم على حد من ورا شاشه، انا بشوفه من ورا شاشه، اللي بيقدمه لي قدام الشاشه ما فيهوش حاجه تخجل. بتطلع تعمل فلوجات، بتطلع تعمل روتين، بتطلع تتكلم عادي هي واخواتها ومامتها، ما بتقولش حاجه تسيء لحد. محتوى تقدر اي ام تسيب ولادها يتفرجوا عليه من غير ما تخاف، وما شاء الله عليها قناتها ناجحه، مشاهداتها كويسه ومشتركينها كويسين،
يعني معنى كده ان هي شخصية محبوبة. لو كانت هي شخصية وحشة ما كانش حد بص عليها ولا اتفرج عليها. وياسمين عشان توصل للمرحلة دي عندها كام سنة؟ ياسمين عندها 24 سنة، يعني لسه اللي قدها زي ما بيقولوا كده بالبلدي، لا اتجوزوا ولا خلفوا عشان توصل للمرحلة دي وكمل المعاناة دي. في يوم من الايام لما ياسمين رفضت ان هي توري ضني ابنه، ناس كتير غلطتها وانتقدتها، وطلعت ياسمين بعد كده وقالت ايوه انا كنت غلطانة، بس البني ادم لما بيبقى متعصب بياخد قرارات غلط. وفعلا بقت تخليه يشوف ابنه، والولد راح لابوه في العيد والدنيا كانت كويسة، عشان ترجع ياسمين تاني امبارح تقول في اخر الفيديو سليم ملوش اب. يبقى كده هي واصلة لمرحلة صعبة. ربنا يهديكوا ويصلح حالكوا، واعرفوا ان في ربنا، في ملك على يمينك وملك عن شمالك بيكتب حسناتك وده بيكتب سيئاتك. مفيش حاجة بتتنسي عند ربنا، ولو الغلط عدى في الدنيا ما بيعديش في الاخرة. ربنا ما بيسيبش حق حد، وبالذات حق الولاية، والكلام في عرض وشرف الولاية وقذف المحصنات. ربنا ياسمين يصلح لك حالك وييسر لك امورك، وان شاء الله اعصابك تهدى وترجعي لشغلك تاني وتشوفي حالك تاني، وارمي كل حاجة ورا ظهرك، وربنا بيسيبش حق حد ويكفي. حسبي الله ونعم الوكيل. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.